السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في فيديو جديد. طالعين نكمل اللي بدأناه مع حضراتكم، السلسلة اللي من خلالها قلنا الجول بتاعها كذا مرة. فإيه مراعاة بقى لوقت الناس، خلاص أنت فهمتني وعرفت أنا عامل السلسلة بتاع الداتا أناليسيز رود ماب دي ليه. تمام. طيب احنا اتكلمنا لحد الآن في 8 فيديوهات، قدرنا ان احنا نغطي السؤال الاول والسؤال الثاني، السؤال الثالث، السؤال الخامس، السؤال السادس. فاضل لنا الرابع والسابع والثامن. انا بالنسبه لي اخرهم في الاهميه ولكنه يعني مهم برضو الرابع. تمام. السابع دوت انا وجهه يعني تمنياتي امنياتي الشخصيه ان حضرتك انت اللي تعمله، يعني انت اللي تجاوبه. يبقى كده السلسله بتاعتي نجحت، الجول بتاعي نجح، يبقى كده الجولز اللي احنا بنقعد نذكرها في كل فيديو دي نجحت. لو انت اللي جاوبت على السابع يبقى برضه هساعدك، يعني ما تقلقش انا مش هسيبها لك كده. طيب فانا النهارده طالع اكلم حضرتك في السؤال الثامن ومش كله. ليه؟ لان هسيب فيه اول سؤال هجاوبه وانا بجاوب السؤال السابع. يعني السؤال الثامن ده عباره عن 3 اسئله هندمجهم كلهم في سؤال واحد، سوري عباره عن 4 اسئله. هنسيب الاولاني وهندمج الثلاثه التانيين في اكنهم سؤال واحد وهنجاوب عليه. هو ده موضوع الفيديو النهارده، اللي هو الداتا اناليست هيعمل ايه، يعني هيشتغل فين، ايه الحاجات اللي هو محتاجها من مهارات والى اخره. تمام. طيب حلو جدا. بعد كده نيجي نقول هاو شود اي ستدي، يعني ازاي اذاكر دي بقى واحنا مع الرود ماب. يعني مثلا لما نيجي نحط لك بقى الرود ماب هتذاكر ايه ومنين، طب تذاكروا ازاي؟ دي هاو دي مهمه جدا دي، ودي اللي تفرق، دي اللي بتفرق الناس عن بعضهم. تيجي تلاقي واحد ايه الاثنين متخرجين من نفس الدبلومه، ولكن بيبقى الناس عندها قناعه شخصيه كده. امتى يعني تحكم على الكورس تقول ان هو كويس؟ لما انا هخرج من الكورس ده بطلع نار. لا باشا، بص مبدئيا كده انت لو بتاخد كورس مع مخترع الداتا اناليسيز نفسه، هو العامل الرئيسي والعامل اللي هيطلعك السماء وينزلك الارض انت. يعني لو اي نعم طبعا مفيش كلام ان انت لازم يكون المينيتور اللي بتاخد منه المعلومه شاطر، دي لا غبار عليها، دي خلصانه. بس بما انها توفرت هذا لا يعني ان انت خلاص الجول اتحقق. لا، طب افرض انت معاك اشطر مينيتور في الدنيا، جبنا لك الراجل اللي صنع الداتا اناليسيس دوت هو اللي هيديك الكورس، وانت حضرتك خلاص الناس بتبقى مقتنعه ايه الكورس ده حلو، فما بيسمعوا كلمه حلو معناه ايه ان انا مش هبذل اي مجهود خالص. يعني حد رشح لي كورس قال لي محمد الكورس ده لطيف جميل جدا مفيد دسم هتستفيد جدا هيا ها الى اخره. فالناس عندها قناعه بما ان الكورس ده كده فكل ما عليا ان انا ممكن هروح اسمع شويه. ما هو حلو بقى، ما ايه ده انا هسمع واروح اذاكر، ايه ده انا هسمع واروح اطبق. ده مفهوم غلط عند معظم الناس يعني. فاي حاجه انت الكورس او مده الشرح هتتعدى كام ساعه، يعني الكورس هيكون كام ساعه يعني ايا كان، يا رب يكون 60 ساعه. انت هتقعد تذاكر مدى حياتك يا فندم، والكورس ده انت هتذاكره وزي ما بيقولوا كده يجري في دمك وتنساه وترجع له تاني، وبعدين يبقى بالنسبه لك حاجه عادي بتبدا تدور على الادفانسد اللي بعده. ودايما من الكورسز الناجحه الكورسز اللي تزرع فيك ان انت هتتصرف ازاي بعد ما الكورس يخلص. لان لو هو مقتنع وماشي معاك ان الكورس اللي بيدولك ده هو نهايه العالم، انت مش هتحتاج حاجه بعد تاني، فده سوري كده بيضللك. طيب تعالى نتكلم على المهارات اللي يجب توفرها في الراجل الداتا اناليست. فطبعا اول لما نقول مهارات هيجي لدماغ الناس بايثون واكسل وايوه عارفهم باشا، ابوس ايدك دي في الاخر. يعني لو انت بتعرف تستعمل التول بس انت كده ولا حاجه، انت ما زلت صفر. تمام. طيب فتعالى هنا نشوف. اول حاجه انا مقسم المهارات ل3 انواع من المهارات. لازم تتعلم الساينس مش الداتا ساينس، لازم تتعلم بعض العلوم، لازم تتعلم تبقى فاهم في بعض حاجات كده. هو ده بقى العلم نفسه، هو ده المايند سيت، هو ده اللي هيكون لك المايند سيت نفسها. في بعض العلوم كده لازم يبقى انت اوير بيها، يعني تاخد منها اللي انت عايزه، مش هتبقى اوير بيها بشكل كامل. ما حدش اوير بيها بشكل كامل مبدئيا، يعني كل واحد بياخد منها اللي هو عايزه بناء على الجوب اللي هو هيمتهنها. انت معايا في الكلام؟ طيب فتيجي مثلا
البيزنس انا مقسم لك المهارات لثلاث انواع. الساينس مجموعه من العلوم لازم تكون قاري وعارف عنهم. والتولز يا سيدي ما تزعلش، دي اللي الناس كلها بتحبها. بالنسبه له الداتا اناليسيز عباره عن شويه تولز، وده مش حقيقي، ده غلط. تمام. والمهارات الثالثه اللي مش مهمه بقى، ده هي دي يعني كل في كل. الحاجات التانية اللي هي بتنفع تقريبا للحياه، يعني انا دي عايز اسميها مهارات حياتيه، مش مهارات للداتا اناليسيز، مهارات في الحياه. ما ينفعش تعيش حياتك من غير الشويه مهارات دول. فتعالى نتكلم ايه العلوم اللي انا كداتا اناليست محتاج اكون داري بيها. البيزنس. ايه البيزنس ده؟ اروح ادرس بيزنس ادمنستريتور يا نعم خير؟ لا، البيزنس اللي حضرتك هتاناليسيس فيه. بمعنى ده هيدفعنا لاجابه السؤال الثاني. اجابه السؤال بقى اللي هو ايه؟ اللي هو هنا كده، قبل ما نجاوب الاولاني نجاوب الثاني، اللي هو ايه؟ انا اعمل لك هنا سؤال بقول لك اللي هو ايه؟ What areas can I work as a data analyst؟ ايه الاماكن، ايه الفيلدز، ايه المجالات اللي انا اقدر اشتغل فيها كداتا اناليست. تمام؟ طب ركز معايا، انا ليه نطيت على السؤال ده من قبل ما اجاوب اللي قبله؟ لان اول جمله او اول مهاره او اول حاجه لازم اكون انا اوير بيها البيزنس اللي انا هعمل فيه اناليسيز. لان باختصار شديد مفيش شركه شغاله في الداتا اناليسيز. يعني وانت معدي كده من قدام الشركه وفي راكب مواصلات او راكب اي حاجه، فبتقول لزميلك مثلا انا كنت شغال في الشركه دي، فلما يقول لك هم شغالين في ايه، مستحيل ترد تقول له في الداتا اناليسيز. مستحيل، مفيش شركه، مفيش حد بيبيع داتا اناليسيز. ايه ده؟ امال الموجودين ده؟ لا باشا، صباح الفل، ده ناس عندها بيزنس وبتعمل له اناليسيز. يعني شركه فودافون، هل شركه فودافون هي شركه داتا اناليسيز؟ يعني انا لما عاوز اشتري داتا اناليسيز اروح فودافون؟ لا، فودافون شركه اتصالات، شركه خدمات محمول، شركات في الانترنت، الكلام ده كله. طب هل شركه طلبات شغاله في الداتا اناليسيز؟ لا، هي الكور بيزنس بتاعها ان هي بتوصل طلبات للناس، بس عندها قسم داتا اناليسيز بياناليسيز البيزنس بتاعها، لكن هم ما بيبيعوش داتا اناليسيز. طب شركه امازون بتبيع داتا اناليسيز؟ لا، شركه امازون بتبيع كل حاجه ما عدا الداتا بتاعتها. تمام. فعندها بيزنس بتقوم بيه وبتاناليسيز البيزنس ده. تمام كده. فهو ده المقصود بكلمه البيزنس، ان حضرتك يجب تكون اوير بالبيزنس بتاعك اللي انت هتعمل فيه اناليسيز. طب ايه هو البيزنس اللي انا ممكن اشتغل فيه كداتا اناليست؟ هو ده بقى اجابه السؤال الثاني. حضرتك كراجل داتا اناليست ممكن تشتغل في السبلاي تشين، فما ينفعش ما يكونش عندك فكره عن السبلاي تشين. ايه ده ثواني اروح اخد كورس في السبلاي تشين؟ لا، مش لازم. انا ما بوقفش حل. يعني ممكن حد يسمعني يقول لك هو كله كده، انت مش عايز حد، انت جاي تقطع زي الناس. يا باشا انا مين انا عشان هو محدش عارف يقطع زي حد. يعني لو الدنيا كلها اجتمعت عشان خاطر رزق معين ما يروحش لفلان وربنا كاتبه له هيروح له برضه، انا مش جاي في ده. انا جاي بقول لك احسن الناس بقى بتاخد الكلام كامل بس بمعنى يقول لك يبقى انا لازم اخد كورسات في الكلام ده. مش لازم تاخد فيها كورسات. كون ان انت اخدت فيها كورسات بتقوي نفسك ده شيء عظيم، ده شيء جميل جدا. بس ايه، هو مش لازم تاخد فيها كورس عشان تعرف تشتغل فيها داتا اناليسيس. ده بس اللي عايز اوضحه. بس طب خدت كورس، دي حاجه جميله جدا، حاجه جميله جدا وهتفيدك. تمام. طيب يبقى انت عندك المجالات اللي انت ممكن تشتغل فيها سبلاي تشين، داتا اناليست. السبلاي تشين ده علم كبير جدا، شويه فروع كده داخله ببعضها لطيفه. بليز بقى انت ابدا سرش بقى، ابدا سرش عما نيجي للمناطق دي. مش كل حاجه هتقابلني اقول لك ايه اما نيجي لوقتها. انت ممكن تبدا تسرش من دلوقتي ايه هو السبلاي تشين ده، بيبيعوا ايه الناس دي. تمام. ممكن تشتغل في السيلز، ولما اقول لك سيلز هنا يبقى اي حاجه بتتباع، منتجات طبيه، اكل، ملابس، قطط وكلاب، عفاريت، الهواء. لو الهواء بيتباع يبقى بيتعمل له اناليسيز. تمام. يبقى اي حاجه بتتباع. يا ناس تيجي تخليك تخلص الرغي ده تقول لك ايه يا باشا انا خريج صيدله، انا يا باشا انا خريج مش عارف ايه اللي هي طب، مش عارف نوع كده، طب اسنان، يا باشا انا خريج مش بس شغال في مبيعات، شغال في شركه ادويه، منتجات ادويه وكده، وناس تانية في منتجات طبيه واجهزه طبيه. على راسي من فوق، مش ده بيتباع؟ يعني حاجه بتتباع زيك زي، طبعا مش زيك زيه في نفس طريقه البيع. زيك مثلا اللي بيبيع لابتوب، اللي عايز بيع، ده هيبيع وده هيبيع. فانتوا الاثنين في المبيعات. ده اللي انا عايز اوضحه للناس. المبيعات، انت في السيلز
السيلز دي يا رب تكون بتبيع فيها ايه، فده كده خلاص انت كده بنعمل له اناليسيز. طيب الماركتنج ايه ده؟ يعني تقصد ماركتنج يعني نعمل حملات اعلانيه واعلانات مموله على السوشيال ميديا والفيس وتويتر؟ باشا ده كده انت راجل شغال بتاع ماركتنج، انت كده بتاع ماركتنج. انا مش بتاع ماركتنج، انا مش انا خالص اللي اكلمك، مش اخر شخص يكلمك في الماركتنج. احنا عايزين نعمل اناليسيز للماركتنج، افهم الكلام. يبقى اذا الناس اللي بتحط القسم بتاع الداتا اناليسيز عندها في الشركه هي بتاناليسيز ايه؟ بتاناليسيز الماركتنج بتاعها، بتاناليسيز شغل الاتش ار اللي هو بقى الهيومن ريسورس، ويشوفوا البرفورمانس بتاع الناس والكلام اللطيف ده كله. ممكن تشتغل في نادي كره قدم، تشتغل في ايه؟ تشتغل داتا اناليست. الراجل المدرب كده الكوتش يبقى انت دراعه اليمين، ما بيعرفش ياخد قرار اللي من غيرك لان انت بتاع الارقام. تمام. ممكن تشتغل في الفاينانس بجانب شغل الفاينانس او بتاناليسيز الفاينانس. انا راجل مش قوي بالفاينانس، عندي باك جراوند كويسه عن الفاينانس، عملت شغل فاينانس قبل كده، بس هل انت لو جبتني قارنتني بواحد في اخر سنه في كليه تجاره، لا هو عنده معلومات في الفاينانس عني. امال ايه يا باشمهندس؟ ايه بتقول خبره؟ انا ما قلتلكش خبره، انا بقول لك لما بيطلب مني حاجه لها علاقه بالفاينانس بعرف اسرش واعملها. انا مش مش سوبر مان، مش بعرف، ما فيش حد بيعرف يعمل كل حاجه. تمام. ممكن تشتغل مع المانجمنت، يعني بتشتغل مع اداره معينه، الاداره دي عايزه تشوف مانجمنت بقى. انت لو حد دارس مانجمنت هيبقى فاهم كلامي، فعلى حسب بقى بتمانجوا ايه. ما انت تقول لي ايوه يعني بيعملوا ايه، ما انا ما اعرفش مانجمنت دي الاداره. حلو. اداره ايه بقى؟ ايه نوع المشاريع بتاعتكم؟ كونستراكشنز ولا نوع المشروع عامل ازاي؟ ولا في 60 المشاريع كلها بيتعمل لها مانجمنت، فانت ممكن تكون شغال داتا اناليست مع المانجمنت. تمام. فدي الاماكن او الحاجات اللي انت ممكن تشتغل فيها كمحلل بيانات. طيب ايا كان بقى هي مين فيهم، ايا كان انت تشتغل في اي واحده فيهم لازم تبقى اوير بيها. اوير بيها ازاي بقى؟ لا ده موضوع يطول شرحه بقى تبقى عارف الكي بي ايز المهمه بتاعتها، تبقى عارف الناس بتوع السبلاي تشين دي بيحبوا يبصوا على ايه، تبقى عارف البيزنس بيبدا بايه وبتبقى عارف الحدوته كده. لما حد يقول لك يعني ايه سبلاي تشين تعرف تجاوبه، ما تردش تقول له يعني سلاسل الامداد. والله العظيم بنعرف نترجم، وفي جوجل برضه ممكن يترجم لنا لما نعرف. تبقى فاهم يعني ايه سبلاي تشين، تبقى فاهم يعني ايه سيلز، ويعني ايه بتاناليسيز ايه في السيلز، ايه اللي ممكن الجماعه بتوع السيلز يحبوا يشوفوه. فاهمني؟ في برضه حاجات من الحاجات اللي انت ممكن تشتغل فيها اسمها الكاستمر سيرفيس. تمام. فانت تبقى فاهم يعني ايه كاستمر سيرفيس. ممكن تعمل اناليسيز للكول سنتر يا سيدي، بس دي هتبقى حاجه جوه حاجه يعني. لكن مفيش الشركه دي متخصصه في ايه يا اولاد؟ ده الشركه دي متخصصه في الداتا اناليسيس، مفيش كده. في شركه عندها بيزنس وبتعمل له اناليسيس. افهم الكلام. تمام. فدي الاماكن اللي حضرتك ممكن تشتغل فيها. فانت محتاج يبقى عندك اويرنس ويبقى عندك خلفيه عن البيزنس اللي انت تشتغل فيه. البيزنس ده قد يكون ايه؟ قد يكون سبلاي تشين، قد يكون سيلز، قد يكون ماركتنج، قد يكون اتش ار، قد يكون اللي يكونوا. خلاص انا عندي باك جراوند، يبقى دي اول مهمه. طيب ايه تاني؟ محتاج يكون عندك يعني مش مجرد خلفيه بس، محتاج تكون فاهم يعني ايه داتابيز بشكل عميق. انت يا باشمهندس في فيديو من فيديوهاتك او في فيديوهات من فيديوهاتك بتقول انا مش انا المسؤول عن الداتابيز، مش صح، بس لازم تكون فاهم يعني ايه داتابيز، وفاهم مش مجرد كلام، لا فاهم بشكل قوي. تمام. مش شرط تكون بتعرف تعملها بشكل عملي. اي نعم احنا بنعمل داتابيز والكلام ده كله، بس بنعملها عداء كده، بس الداتابيز اللي هي لشركه ضخمه والكلام ده لحد ما دي مش حتتها. تمام. طيب فاهم يعني ايه داتا كليننج؟ دي حتتك بقى، دي حتتك قوي بقى. تمام. فاهم يعني ايه داتا كليننج؟ فاهم يعني ايه داتا فيجواليزيشن؟ دي مش حتتك، ديت انت نفسك. داتا فيجواليزيشن يعني داتا اناليست. تمام. statistics ليك حتتك اللي هتاخدها منها، ليك حتتك. وهنا بقى من ضمن السموم اللي موجوده في الكلام، يعني يحسسك ان الراجل الداتا اناليست دوت لو عصرته كده ينزل احصاء. الاحصاء نوعان، احصاء وصفيه واحصاء تنبؤيه. في المين والميديان والنزعه المركزيه، الستاندرد ديفيشن. طيب الكلام ده جميل، ما بقللش منه. تقدر تقولي ده هيفيدك في ايه؟
وبالمناسبه هو هيفيدك، انا مش بتريق، هو فعلا بيفيدك، بس في ايه بقى؟ اسال بقى الناس اللي بتيجي تتكلم الكلام ده بشكل انشا كده، وقفه قول له قال انا هستفيد بالكلام ده في ايه؟ هتسمع كلام جميل، هتلاقيه يقول لك ايه؟ بيعرفك الداتا فيها ايه كلام حلو كده. تمام؟ فانت محتاج ايه في الاستاتستكس؟ ما تجيليش تذاكر لي الاستاتستكس والاحصاء بتاعت واحد هيشتغل ماشين ليرنينج. ده فعلا لو عصرته ينزل الاستاتستكس. طبعا هيشتغل داتا ساينس، ده لو عصرته ينزل الاستاتستكس. ليه؟ شغله عايز ده. انت فاهم قصدي؟ لكن انا عايز حته معينه في دي الذكاء بقى في المذاكره. ده الذكاء في المذاكره، انا عايز ايه من الحاجه دي؟ ما اخشش اذاكرها كده، يلا انا داخل اذاكر الاستاتستكس، يلا انا داخل اذاكر بايثون. طب ما اقول لك حاجه، هو مين اللي بيستعمل البايثون؟ بيستعمله الداتا اناليست، يمكن اقل واحد، مش يمكن، هو اقل واحد بيستعمله الداتا اناليست، بيستعمله الداتا ساينس، بيستعمله الناس الديفلوبر، بيستعملوا مين تاني؟ بيستعملوا بتاع الماشين ليرنينج، بيستعملوا بتاع الديب ليرنينج، بيستعملوا بتاع الذكاء الاصطناعي. طيب لما كل دول كده بيستعملوه، هل بيستعملوه بنفس الطريقه؟ يعني لو جبت بتاع الداتا ساينس قلت له اعمل اللي بيعمله بتاع الديب ليرنينج، ما اعرفش، ما اتعاملتش مع الحاجات اللي هو بيتعامل معاها دي. كده بقى وحش، بقى كخه؟ لا، هو الراجل بياخد من التول اللي هو عايزه، انا عايز اعمل بيه كذا، خلاص بعرف اعمله، خلاص شكرا، انا مش هقعد اتعلم كل حاجه في الموضوع. تمام كده؟ طيب فدي العلوم اللي حضرتك لازم تكون عارف انت ان ده الطريق اللي انت هتسلكه. تيجي بقى بعد كده لما تتعلم العلوم دي محتاج تطبقها، ما انت الداتابيز دي عشان تعملها والبيزنس والكالكوليشنز بتاع البيزنس مش هتجيب آلة حاسبة وتعملها، او مش هترسم الداتابيز على الورق زي ما عملنا كده في مثال مره. لا، انت محتاج بقى ادوات. طيب اكتر 3 ادوات يعني انا كاتب لك بالترتيب. طبعا الاكسل ده مش واخد حقه خالص، الناس تيجي تقول لك يا عم احنا بقينا في 2023 وجاي تقول لي اكسل؟ باشا لا غنى عنه. نمبر 1 شاء من شاء وابى من ابى، اللي عايز يقتنع يقتنع، واللي مش عايز هو حر. الاكسل حافظ قيمته من يوم ما طلع، الاكسل فوق، الاكسل في حته ثانيه حرفيا يعني. كون بقى ان انت ما تعرفش الامكانيات اللي جواه، دي مشكلتك. الاكسل اللي جواه امكانيات جباره بمعنى الكلمه. تمام؟ طيب فانت عندك الاكسل من اكتر الادوات. يمكن كمان هتقول لي طب يا باشمهندس انا ما بقراش في الريكوايرمنت بتاع الجوبس اكسل. عارف ليه؟ عشان هو زي القرايه والكتابه كده، يعني اللي هو انا مقتنع ان انت جاي عارفه، يعني مش هطلبه منه. تمام؟ باور بي اي، اس كيو ال، دول ال3 كافلين تقوم بيهم، يعني كافلين خلاص اللي هو الدنيا تمام. الدنيا بدات تتوسع يعني لحد وقت قريب جدا، لو انت كان معاك ال3 دول فانت اللي هو الموضوع برنس. طور فيهم. كنت اقول للناس كده، شفت الكلام بيتغير ازاي؟ هل انا كده بنافق الناس؟ لا، كنت اقول للناس ايه؟ قبل ما تسيب ال3 دول وتنقل، لا، اقعد طور فيهم طور فيهم، ما تبداش تنقل على حاجه ثانيه الا لما يجي لك شغل، لان طول ما انت بتطور في دول هيجي لك شغل باذن الله، يعني ده الرزاق بتاع ربنا. لما تلاقي شغل بقى على هادي كده، ابدا في الخطوات اللي بعدها، عشان خاطر على ما يعدي عليك سنتين في اول جوبايه وعايز تموف لحته ثانيه، يبقى بدل ما كان معاك 1 و2 و3، لا ده انت معاك من 1 مثلا ل5 او ل6 على حسب انت موجوده. تمام؟ لكن اصبح دلوقتي الناس بقت تدور على كده مثلا، وعلى حسب بقى ممكن مثلا ايه يخلوها لحد هنا. السوق برضه الدنيا اختلفت، فانت بقيت مضطر تمشي في الموضوع دوت. بس في بقى بشرى ساره بقى، انا مقتنع دي من يوم ما بدات وبقولها وهقولها وهفضل اقولها. لو انت ذاكرت ده بما يرضي الله اللي انتوا بتستقلوا بيه دوت، لو ده تذاكر صح كما انزل، اي حاجه بعده هتلاقي الاكسل بيسهلها لك. يعني لو انت اتقنت الاكسل صح، بالمناسبه هتشوف دلوقتي هتتفاجئ ان مكونات الاكسل فيها شبه كبير جدا من الباور بي اي. انت لو خلصت الاكسل يا فندم، الحياه بعد كده هتبقى سهله، يعني كل دول هيخلصوا باسرع وباسهل الطرق. كل دول ليه؟ لان باختصار شديد عشان ما اخدكش في متاهه، انت هتبدا الاكسل طبعا اسهل من ضمن ميزه من ضمن المزايا ان هو اسهل حاجه في التعلم، سهل جدا، سهل فوق الخيال. ومش معنى انه سهل ان هو تافه وما بيعملش حاجه، لا، هو بيعمل حاجات ممكن انت هتتصدم لما تشوف الاكسل اللي بيعملها. تمام؟ طيب فلما يجي بعد كده لما تيجي تتعلم الحاجات اللي بعده، هتلاقيك بتعمل حاجه كده بنسميها اسقاط. يعني تيجي يقول لك ايه، انا هعلمك مثلا حاجه في الاكسل، في سوري، في اسمه ايه، في الاس كيو ال، اسمها الجوين.
امر كده اسمه الجوين. هتلاقي انت نفسك كده لو انت دارس بقى اكسل صح، ده عامل كده زي الميرج في الباور كويري، بدات تعمل اسقاط. خلاص يبقى انا لما اقعد معاك في الجوين دوت، انا هعدي معاك مثلا في الميرج بتاع الاكسل دي عشان خاطر هتخليك تتقنها يومين مثلا. هتقعد كام بقى عم تتقن الجوين في الاس كيو ال؟ يعني لو انت صعب قوي ودماغك طايره منك هتقعد ساعه. شفت بقى الاكسل بيسهل الحاجه اللي بعده ازاي؟ طيب فانا كاتبهم لك كده من وجهه نظر سوق العمل، يعني اللي هو بالوضع ده كده. وطبعا في حاجات بتحل مكان حاجات، بمعنى هتيجي مثلا تقول لي طب ما تابلو دوت بيعمل ايه؟ تابلو هو فيجوالايز تول، فانت خلاص اوريدي بتعرف تعمل فيجواليزيشن بالاثنين دول، فخلاص لما تيجي تتعلم ده حرفيا هياخد منك اسبوع، الموضوع خلص. بس في حاله ايه؟ ان دول خدوا حقهم، تمام؟ طيب فانت انا وجهه نظري الاولويه، الترتيبه اللي انا مرتبها لك دي اولويه لما تيجي تذاكر اكسل، باور بي اي، اس كيو ال، اي تي ال. طيب اكسل ايه بقى؟ انا لو سبتك هنا كده ومشيت اعرف ان انا حد ضلالي، حد مش جاي في ايدك، انا حد جاي اعمل شغل. ايوه اذاكر ايه بقى في الاكسل بقى؟ ما انت تسيبنيش بقى كده. بص يا باشا، اي برنامج مش الاكسل لما قررت تتعلمه لازم تسال نفسك السؤال ده. هو ثواني، هو مين اللي بيستعمل الاكسل في الدنيا؟ الدنيا كلها. السوبر ماركت اللي تحت بيتك بيستعمل اكسل. طب بيستعمل ايه في الاكسل؟ هو حر، بيستعمل اللي يخدم شغله. انت كمان لازم تفكر كده، انا محتاج ايه في الاكسل؟ انا مش هروح اتعلم الاكسل كله، انا عن نفسي انا ما اعرفش كل حاجه في الاكسل، بقول اهو مش مكسوف يعني، تمام؟ بس اعرف الحاجه اللي انا عايزها. ايه الحاجه اللي انت عايزها؟ اهو يا سيدي انا بقى دوت جايب لك اكزامبلز كده، ده اللي انت تعمله لما تيجي تتعلم اي حاجه. انا عاوز ايه في الاكسل؟ حضرتك عايز تتعلم البيزكس دي جواها حوارات، يعني محتاج تتعلم الكونديشنال فورماتنج، محتاج تتعلم التيبلز، محتاج تتعلم ازاي تعمل فورماتنج، ازاي تعمل داتا فاليديشن، ازاي تعمل انسيرت كولوم، انسيرت رو، ازاي تعمل مثلا فورمات لحاجه معينه باللون والفونت والكلام دوت، ازاي تعمل ريموف دبليكيتس، ازاي تعمل فلتر وسورت، ازاي دي كده حاجات كتيره جدا تحت البيزكس. كاتب لك كده اسم البيزك، بس جواها حاجات كتيره لابد ان انت تكون عارفها. بعد كده تروح للفانكشنز، تستعمل تعرف الفانكشنز بتاع التواريخ، الفانكشنز بتاع البحث، الفانكشنز بتاع الاستاتستكس، الفانكشنز بتاع التكست، الكلام اللطيف ده كله. فالفانكشنز دي كتيره وجميله ولذيذه وسهله، واهم ميزه فيها بقى بدل اللي انا قلته ده كله، ان الفانكشنز دي هتعرف قيمتها لما تيجي تذاكر حاجات غير الاكسل. هتلاقيك داخل تتعلم لغه البرمجه، اي لغه برمجه هتلاقيه في تشابه مش طبيعي. ولو انت يعني انا عايزك تعمل مثال، يعني بليز اعمل المثال ده وشوف. هات واحد اتعلم بايثون ثم راح يذاكر اكسل، وهات واحد اتعلم اكسل ثم راح يذاكر بايثون، وحياة ربنا فرق السماء من الارض. اللي متعلم اكسل كما ينبغي البايثون بالنسبه له كان ما خدش في ايده غلوه. اللي اتعلم بايثون وراح يذاكر اكسل شاف الاكسل ده حاجه يعني واو، بل بالعكس الموضوع اثر عليه في البايثون اللي هو اوريدي كان بيقول ان هو جامد فيه. انما لما تشوف التاني اللي اتعلم اكسل ثم راح لاي حاجه بعده مش بايثون بس، هتلاقي الدنيا يعني فرق السماء من الارض، سرعه ومرونه، وتلاقيه كده عيل حرك وبيعرف يتصرف، ولو حاجه ما شافهاش قبل كده يشقلب ويعرف يعملها. خلاص الاكسل من مرونته خلاه يتعود على ده. نيجي بقى للشغل الداتا اناليسيز العمالقه بقى، البيفت تيبلز. ايه البيفت تيبلز دي ومحتاجه اتعلم ايه جواها؟ في جواها حاجه اسمها كالكوليشنز، في جواها حاجه اسمها جروبنج، في جواها حاجه اسمها ان انت تعمل تغير الديزاين بتاعها، في كل الكلام اللطيف ده كله، تمام؟ ان انت تعمل فلتر، ان انت تعمل سلايسر. طيب والاهم بقى من ده كله، انت بتسال دلوقتي السؤال الاولاني انا هتعلم ايه جوه التول، فانت جاي دلوقتي ماشي بتعرف بتتعلم ايه جوه التول، وانت هنا بقى كده يعني انا نسيت في الاولانيين اقول لك على النقطه دي، جيت افتكرتها في البيفت تيبل. تقوم جاي انا عرفت ان المفروض اتعلم ايه في الاكسل، خلينا نقول ان هم الست حاجات دول. طيب ممكن اعرف الفانكشنز هتفيدني بايه؟ هتفيدني في ايه؟ ايه المعيار بتاعك؟ المعيار بتاعك العمليات بتاع الداتا اناليسيز. ما هو انت لو هتتعلم حاجه مش هتفيدك في دول ما تتعلمهاش. يعني الفانكشن دي هتفيدك في ايه؟ هتخليك تعرف تعمل داتا كليننج، وتخليك تعرف تعمل داتا بريبيرنج، وهتخليك تعرف تعمل اناليسيز. البيفت تيبل هيخليك تعمل ايه؟ هيخليك تعرف تعمل اكسبلورنج واناليسيز.
طيب مثلا لو انا قلت لك خلينا نضيف هنا كده اي كلمه، مثلا من ضمن الحاجات اللي انت محتاج تعملها في الاكسل حاجه اسمها مثلا اي بي سي مثلا. طيب جيت قلت لي ماشي انا هروح اتعلم اي بي سي، بس معلش قبل ما اروح اتعلم اي بي سي، هي اي بي سي دي هتخليني اعرف اسك كويشنز؟ لا. طب هتخليني اعرف اكسبلورنج او كولكت؟ لا. طب كلين وبريبير؟ لا. طب اناليسيس؟ لا. طب فيجواليز؟ لا. طب ما انا هتعلمها ليه؟ لا مش رايح اتعلمها. لازم تفكر بالشكل ده. تمام. طيب فانت كده عرفت كل نقطه المفروض، يعني مش عرفت، المفروض كل نقطه لما تيجي تتعلمها ده برضه من ضمن الحاجات اللي تاخدها وتقيم بيها الكورسز والفيديوز اللي انت هتتفرج عليها. ها تمام. فتعرف ان النقطه دي البرنامج هتعلم فيه ايه، والحاجه اللي هتعلمها فيه دي هعمل بيها ايه. يعني هعمل ايه بالبيفت تيبلز دي، الباور كويري هعمل ايه بالباور كويري. وبرضه تحذير تاني، مش ان انت تتعلم الحاجه ان حد يقعد يعدلك على الايكون يقعد يقرا لك. عندنا هنا قائمه درو ممكن نعمل من خلالها، عندنا قائمه ديزاين، عندنا باشا هات اكزامبلز وهات مشاكل كده، وعايزين نحل المشاكل دي وناخد فيتشرز، بحيث ان انت بعد ما تخلص لنا الاكزامبلز اللي معاك من غير ما احس كده الاقيني خلصت كل الايكونز اللي في البرنامج ده لو انا محتاجها. ممكن ما اجيش ناحيه ايكون معينه مش محتاجها في حاجه. تمام. نفس القصه الباور بيفوت. ايه الباور بيفوت دوت؟ داتا فيجواليزيشن دي انت محتاج تعرف تعمل تقارير وفيجواليز بالايه؟ بالداتا بالاكسل. تيجي بقى على الباور بي اي، لو انت خلصت دوت بما يرضي الله، انا بقول لك وانت رايح الباور بي اي انت معاك 65% من الباور بي اي. يا سيدي 70. ايه ده؟ اه والله بالظبط، لان هم نفس الشركه وفي تشابه فظيع. يعني الباور كويري ده هو الباور كويري ده، الداتا موديلنج والداكس هنا هم الباور بيفوت. يعني الداكس والداتا موديلنج هم مكونات الباور بيفوت، بس هم اقوى شويه في الباور بي اي. يعني بقى اقوى شويه بقد ايه؟ فرق يعني فرق 2 كيلو، حاجه لا تذكر. بس لو انت جايب الاساس صح، يعني لو انت متعلم باور بيفوت صح في الاكسل، فانت هتيجي هنا تذاكر الحالات الشاذه بس. انت معايا؟ تمام. فبالنسبه لك انت هتبقى جاي معاك 70%، هتبقى عندك مثلا جايب بتكريت داشبوردز. طب كريت داشبوردز دي اللي هي ايه؟ اللي هي الداتا فيجواليزيشن. يعني احنا ممكن ناخد دي هنا كده ونقول نعرف نعمل داتا فيجواليزيشن بلا كريت داشبوردز بلا بتاع اهو باستخدام الباور بي اي. فانت جاي داتا فيجواليزيشن متعلمها قبل كده، متعلمها كعلم منين؟ من الخطوه دي اهي، متعلم الداتا فيجواليزيشن كعلم، ومتعلم بعرف اعمل لها بتول اسمها الاكسل. فاما اجي اعملها على برنامج زي الباور بي اي مش هتاخد مني يوم واتعلمتها، لو انا متعلمها كعلم ومتعلمها على الاكسل بما يرضي الله. طب الباور كويري لا خدته مره، هنا بقى الاثنين مفيش فرق ما بينهم، مذاكره مره على الاكسل. طب الداتا موديلنج والداكس هقعد فيهم شويه كده فتره حلوه، خلاص كده الدنيا تمام بالنسبه لي. مش خلاص ان انا مش هبدا اذاكرهم تاني، دول باستمرار فيهم تطور. يعني دايما شركه مايكروسوفت بتحدث كل شهر. تمام. واصلا ما فيهمش نموذج اجابه، يعني انت مش حاجه معينه بتذاكرها وتخلص، لا انت بتذاكر كونسيبت وبتبدا تشوف هتستعمله ازاي. انت فاهم حاجه؟ طيب جيت داتا فروم ديفرنت سورسز، اللي هي لو انت مذاكر باور كويري صح فدي بالنسبه لك كمان خلص، لان دي مهمه من مهام الباور كويري. فاضل لك الجديد ايه؟ الببلش، ان انت تعرف تببلش، ودي حرفيا ممكن تاخد منك يومين اتنين، تعرف قواعد الببلش والسكادول ريفريش والايه والكلام اللطيف ده. طيب نروح بقى نتعلم الاس كيو ال. اقسم بالله اسبوع، لو انت متفرغ له كده اسبوع. بس امتى؟ لو دول خلصانين بما يرضي الله، بالذات ده لو الاكسل خلصان بما يرضي الله ده ياخد منك اسبوع. انا عارف انا بقول لك ايه. وبرضه وانت رايح تتعلمه، هو مين اللي بيستعمل الاس كيو ال؟ الراجل الداتا انجينيرنج بيستعمل اس كيو ال، الداتا ساينس بتستعمل اس كيو ال، الماشين ليرنينج بيستعمل اس كيو ال، الداتا بيز ديزاينر بيستعمل اس كيو ال، الديفلوبر بيستعمل اس كيو ال، الداتا اناليست بيستعمل اس كيو ال. يبقى وانت رايح ابوس ايدك سهل المأمورية على نفسك وشوف انت محتاج ايه من الاس كيو ال. انت مش هتروح تعرف كل حاجه فيه، مش هتلحق. انت محتاج بعض حاجات معينه ان انت تتعلمها جوه الاس كيو ال. طب انا مثلا يا باشمهندس حاجه زي دي اعملها ازاي؟ يا عم عندك شات جي بي تي، يا عم عندك بينج، يا عم عندك الذكاء الاصطناعي، اساله قول له انا كداتا اناليست محتاج اتعلم ايه في الباور بي اي، محتاج اتعلم ايه في الاس كيو ال. خش يا سيدي سرش على جوجل. طب ما تقول لنا انت يا باشمهندس. يا سيدي ماشي، وانا اقول لك ما هو الموضوع بقى انا كاتب لك هنتات كده. تمام. طيب انا بس عايز اوصل لك فكره ان انت لما تقرر هتتعلم برنامج تعرف هتتعلم فيه ايه، وبعد ما تعرف هتتعلم فيه ايه تعرف هتعمل بالحاجه دي ايه. زي ما احنا عملنا اكزامبل دلوقتي على الاكسل، هتعمل بها ايه فيما يخص عمليات الداتا ايه اناليسيس.
طيب ده كده ضربت لك اكزامبلز على الثلاثه الاولانيين، كذلك في الباقي. شوف الباقي برضه اعمل عليهم نفس القصه دي. يبقى دي كده المهارات التولز والمهارات الفنيه اللي انت محتاجها بقى. في بقى المهارات الحياتيه اللي انت هتهملها. شوف انا بقول لك ازاي انت هتهمل اللي انا هقوله ده. يعني 99.9 من الناس اللي هتهمل الكلام ده، وبعدين نرجع نندم. طيب طبعا مش محتاج اقول لك اهميه الانجليش، يعني مش هتكلم خلاص. الانجليش الانجليش ده كده باشا، ده بقى محو اميه. ده مش ان هو مش اختياري، والله لازم تكون بتعرف انجليش. تمام. وطبعا مش بالليفل اللي دماغك فيه، بتعرف تقضي الغرض، بس بتعرف تقضي الغرض. شكرا، خلصت. فلو انت مثلا ما بتخشش ميتنج مع ناس مش متطلب الكونفرزيشن، الموضوع كله عباره عن كتابه، خلاص يبقى ابدا بمهاره الكتابه في الانجليزي. خليك ذكي كده، خليك سريع. تمام. طيب بعد كده مهاره البروبلم سولفنج، دي حاجات كده انت هتخش تسرش عليها على النت. يعني ايه؟ يعني من الاخر بيكبر مخك، بيفتح لك مدارك مخك، يخليك تفكر في المشاكل ازاي. على فكره لما انت بتمرن عقلك بالشكل دوت وبيبقى عندك مهاره حل المشاكل، هو انت شغلك عباره عن ايه؟ لو تفتكر اول الفيديو لينا مع بعض قلت لك سمي نفسك بي اي ديفلوبر، سمي نفسك داتا اناليست، سمي نفسك عفريت. انت راجل حلال مشاكل. الداتا ساينس حلال مشاكل، الداتا انجينيرنج حلال مشاكل. ما هم بالعقل كده، لو انا كبزنس الدنيا ماشيه سموث وما عنديش مشاكل، هشغل ناس عندي ليه؟ سواء كان التايتل بتاعهم اكس واي زد، انا مالي، الدنيا حلوه، انا اجيب ناس ليه؟ فانت من الاخر وجودك ولازمتك في الشركه ان في مشكله وعايزين نحلها. ممكن يقول لي طب ما فيش مشكله يا باشمهندس وانا شغال. ماشي، ما هو بالنسبه له ان هو يكتر فلوسه ويكبر، دي بالنسبه له مشكله. فدي مشكله مش موجوده حاليا، بس هو بالنسبه له مشكله. تمام. فانت السولف بروبلم دي انت بقى لما تخش وتسرش على الكورسز بالوضع دوت هتلاقي حاجات عظمه جدا بتفتح مداركك، بتخليك ازاي تفكر في المشكله. ما هو الناس نوعين، ناس بيفكر سوري هتخليك تفكر في الحل. ناس نوعين، ناس بيفكر في المشكله، مين اللي عمل كذا وعمل كذا ليه، مش عارف ايه، دي العقول الضيقه. انما واحد تاني يقول لك ايه، نحل وبعد كده هنبقى نجلد اللي عمل المشكله بس نحل. دي العقول اللي هي بقى اللي يقول لك اللي بيدور على حل. فدي مهاره جامده جدا. مهاره الكريتيكال ثينكينج دي مهاره يعني دي هتخليك فوق. ودي حاجات كده خدها از بازلز. ما تروحش تقول لي انا هدور على كورس بيعمل مش عارف ايه وهاخد فيه سيرتيفيكيت. يا باشا دور عليها از بازلز. ممكن تكون حاجات كده عباره عن مسائل رياضيه، عباره عن لعبه زي الشطرنج، عباره عن اي حاجه بتخلي الكريتيكال ثينك عندك يشتغل، بتخلي البروبلم سولفنج عندك يشتغل. بازلز كده بتخلي دماغك بتضخ الدم في دماغك، بتخليك تفكر. بلس بقى امثله من الحياه العمليه والبيزنس برضه، ده الليفل اللي بعده وهكذا. مهاره التفاوض، المهاره دي مهمه جدا عشان تعرف. معظم تعاملاتنا مع الجماعه المديرين بيبقوا مش مدركين حجم المجهود والوقت المطلوب، فدايما مستعجل. فانت ممكن تكون انت اشطر واحد فنيا ومش قادر تتناقش مع مديرك في ان طلباته تقريبا مستحيله، بالذات التايم بتاعه اللي انت طالبه ده. فيجي بالنسبه له انت شخص مش شاطر فيرفدك. يجي واحد ما يجيش نصك، عنده مهاره التفاوض، فبيعرف يتفاوض ويكسب وقت، عم يسرش وعم يجيب رغم ان انت اللي هو بيسرش انت عارفه، بس هو معلم بيعرف يتفاوض. مهاره بقى لازم والله لا هتروح ولا هتيجي ولا هتنفع في اي شغلانه لما تتعلمها، مهاره السيرش. تعرف تسرش عن الحاجه اللي انت عايزها وتوصل لها، وما تهداش الا لما توصل لها. المهارات دي كلام كتير. انا لو انا عايزك، انا اولا مش انا احسن حد اعلمك الكلام ده، لان انا ستيل مش كل يوم يعني قدر الامكان بخش اطور في نفسي في الحاجات دي، لاني لسه شايف نفسي فيها صغير قوي، لسه محتاج فيها تطور كبير قوي. بس عارف ان انا لازم اكون متعلم الحاجات دي. انت كمان لازم تكون عارف انت لازم تكون متعلم الحاجات دي، وتبدا تشتغل على نفسك وتسرش هتتعلمهم منين وتجيب ريسورسز والكلام ده. الكوميونيكيشن سكيلز اظن ديت يعني الجماعه بتوع التنميه البشريه صدعوك بيها، بس هي مهمه بصراحه. ابدا خش شوف السوفت سكيلز والكوميونيكيشن سكيلز، هتلاقي ناس كتير قوي وناس جامده جدا على فكره على اليوتيوب وببلاش بتكلمك في الكلام ده. مهاره الايميل رايتنج، انت بتعرف تكتب ايميلات، بعيدا عن الشخص اللي بيكلمك ده اصعب شخص في الدنيا بيرد على الايميلات، بس خدنا على قد عقلي. عامله لي مشكله في حياتي، ده حقيقه يعني انا ما بردش على الايميلات. تمام. فلازم تتعلم المهاره دي بجد والله. عندك بقى المهاره اللي هي ايه اللي انا كاتبها لك بقى حاطها لك في الاخر،
learn how to learn. دي لو انت اتعلمت المهارات اللي في الدنيا كلها وما اتعلمتش دي فخليك في بيتكم احسن. تعلم كيف تتعلم. ودي بقى يعني دي الخلاصه بتاعت كل حاجه في الدنيا والله. يعني لو تسمع كده عن كورسيرا يقول لك تقريبا تاني كورس على المنصه بتاع كورسيرا جايب مبيعات هو ليرن هاو تو ليرن. اعرف دماغك بيتعلم ازاي، انت اللي ادرى بنفسك هتتعلم الحاجه ازاي. لذلك لما بدات الفيديو دوت لما كنا بنقول ايه، الناس بتبقى مفكره ان المحاضر الشاطر بالنسبه لهم هو حد معاه شنيور بيشق دماغنا يحط المعلومه ويخيط ويقفل تاني. تصور خاطئ 100%. انت يا باشا ادرى واحد بدماغك، انت هتتعلم ازاي. ما تعملش زي الناس اللي بتعمل ايه، فلان كان تخين فوق ال 100 كيلو وخس، فيروحوا لفلان ايه يا فلان عملت ايه؟ عملت 1 و2 و3، فيروحوا يعملوا 1 و2 و3 وما تزعلش و4 و5 ما جابتش نتيجه. ليه؟ عشان انت شفت فلان 1 و2 و3 طبيعه الجسم بتاعه بيجيب معاه. شوف انت طبيعه جسمك ايه اللي بيجيب معاه. انت مش هتيجي بقى تتخانق مع معدتك ومع البنكرياس ومع الاجهزه اللي جوه تقول ايه طب ما انا عملت زي فلان وانا ما خسيتش ليه؟ لا، انت شوف العيب فين. العيب في انهي غده، العيب في معدل الحرق، العيب في اللايف ستايل كله. شوف كده الدنيا ايه فيها ايه. فليرن هاو تو ليرن دي لازم اول حاجه تبدا بيها. دي نصيحه اخويه، لازم اول حاجه تتعلم كيف تتعلم. اتعلم انت المفروض تتعلم ازاي. لان يقول لك الدماغ البشريه عباره عن 4 انواع. دي حاجه بناخدها كده في التي او تي اللي هو انت ازاي تكون مدرب. فلما تيجي تشرح تبي تتقال لنا احنا يعني لما تيجي تشرح انت واحد من البني ادمين اكيد ليك طريقه بتفهم بيها، بس لازم تفت نفسك على ال4 طرق اللي الناس بتفهم بيها. فانا هحاول قدر الامكان اغطي ال4 طرق دي بحيث ان الناس كلها يوصل لها جزء معين من المعلومه. طيب باقي المعلومه، لا باقي المعلومه بتاع حضرتك لما تقعد مع نفسك تسمع. انا شرحت الفيديو في ساعه مثلا، انت الساعه دي ممكن تاخد منك 4-5 ساعات. ليه؟ انت ادرى بدماغك. تمام؟ فليرن هاو تو ليرن دي لازم تبدا بيها، لازم تعرف. واكتب بس كده على يوتيوب ليرن هاو تو ليرن وشوف كميه الفيديوز العظيمه اللي هتطلع لك. لازم تفهم دماغك بتفهم ازاي وتتاقلم معاها وتشوف الموضوع. ما تقولش مثلا لا في ناس مثلا منزله بوست ان هي عملت كذا كذا ونجح معاها. طب انت هل كذا ده ينجح معاك؟ يمكن ما ينجحش معاها. فلازم تعرف انت المفروض تليرن ازاي، المفروض تتعلم ازاي. انت اللي تحدد الكلام ده، محدش في الدنيا كلها يعرف يحددها. طيب بكده احنا ان شاء الله نقدر نكون غطينا السؤال الثامن بس مش كله. غطينا فيه ان انت ايه المهارات اللي المفروض تكون عندك. قسمناهم ل3 انواع، ان هي مجموعه من العلوم ومجموعه من التولز ومجموعه من المهارات الحياتيه اللي ما تستقلش بيها. لازم تشتغل الموضوع ده ان بارلل على التوازي. ما ينفعش تقول ايه خلي دي الاخر يا عم الحوار السولفنج بروبلم والكريتيكال والنيجيشيشن والمناهده والكلام ده خلي ده للاخر. صدقني هتندم. ابدا بليرن هاو تو ليرن. في واحده نسيتها صح تحت اللي هي التايم مانجمنت بقى. التايم مانجمنت دي من الاخر انا وجهه نظري ان الوقت عمله غير قابله للاداره. فنصيحه انت ممكن تحدد هنا كده التايم مانجمنت دي ان انت تعرف تحدد اولوياتك. تايم مانجمنت ان انت راجل تعرف تحدد اولوياتك. هتبدا بايه قبل ايه؟ كل ده مهم. يعني لما تيجي تبص هنا كده كل دول مهمين، بس ايه الاهم واللي ابدا بيه والانسب وايه اللي يسهل لي الطريق وايه مش عارف ايه. هو ده اللي انا اقصده بكلمه تايم مانجمنت. ان انت تعرف تحدد اولوياتك على مدار اليوم، على مدار الاسبوع، على مدار الشهر. انا النهارده عندي 3 تاسكس، انا متاكد مليون في الميه ان انا مش هلحق اخلص ال3. طب مين اللي لازم تخلص؟ لازم مش هينفع علامه لما دي تكون خلصانه، لازم تكون دي طريقه تفكيرك على المستوى البعيد وعلى المستوى القريب وعلى المستوى الصغير وعلى المستوى الكبير. تمام كده؟ طيب فدي كده حددنا المهارات اللي انت محتاج تتعلمها وانواعها. حددنا ايه المجالات اللي انت ممكن تشتغل فيها: سبلاي تشين، سيلز، ماركتنج، فوتبول، الاتش ار، فاينانس، مانجمنت، الكلام ده. فانت محتاج تكون اوير بالمجال اللي انت هتارجته، وطبعا تبقى اوير بيه ازاي دي لها خطه ثانيه نتكلم فيها. تمام. محتاج ايه تاني؟ العلوم اللي انت يجب ان تكون فاميليار معاها قلنا دمجنا 3 اسئله ببعض. يبقى انت كده ليك عندي ايه يا فندم؟ ليك عندي اجابه السؤال الرابع والسابع و8 واحد. 8 واحد ف8 واحد دوت و7 هيبقوا مع بعض عشان نحط الرود ماب ونقول هاو تو ستادي يعني. تمام. و4 ده في الاخر بلس. الا بقى لو انت عندك اسئله
احنا ما ذكرناهاش خالص في الرغي بتاعنا دوت، وده طبعا وارد جدا، انا منتظر. او عندك اسئله في الرغي نفسه، يعني انت مثلا حاجات اتقالت ما فهمتهاش، او حاجات كنت منتظرها تتقال ما اتقالتش، فده ممكن يوفر عندك نوعين من الاسئله. فانا بانتظارك في سواء في ده وفي ده، وان كان من خطأ او من النسيان فمني ومن الشيطان، وان كان من توفيق من الله، فسامحونا لو ايه طولنا عليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.